السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبنا في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده جينا عند في غيط عديلي ابو الدكتورة سماع عديلي، حاج جمال ربنا يديله الصحة. ومعاكم ام رميساء، هتصور لكم فيديو دلوقتي عن الارض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير دايما انتوا وكل حبايبي. طبعا ام رميساء عندها قناة طبخ اسمها اطبخي وفري، هتلاقوا العنوان بتاعها في صندوق الوصف. يا ريت تخشوا تدعموها وتشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتخلوا كل حبايبكم يشتركوا في القناة. خد بقى يا ام رميساء التليفون بقى وايه، وعملنا كده فيديو حلو عن الارض. رحمة الله وبركاته. يا مساء الهنا والسرور لحبايب قلبي الحلوين ومتابعيني، يا رب يا رب يسعدكم ويرضى عنكم ويوفقكم في حياتكم ويرزقكم الطمأنينة وراحة البال. النهارده يا حبايبي بصور لكم كده واحنا في الغيط، ومعانا البرنسيسة ايه؟ روضة وريحانة. ريحانة ازيك يا ريحانة؟ عاملة ايه؟ الدكتورة رميساء الجميلة عاملين ايه؟ تعملوا ايه بقى في الارض هنا؟ طبعا انا الارض دلوقتي طبعا الارض اللي بيزرعها المزارعين، الحته دي بقى كلها كده الهواء بتاعها نقي، وهي طبعا الهواء بتاعها صحي 100%. طبعا وسط الزراعه والخضره القعده جميله يا حبايبي، احنا عارفين. بص بقى يا حبايبي، احنا هنبدا كده. دي البرسيم اللي ورا روضه. ايوه يا روضه، بص البرسيم الجميل وجماله وجمال الطبيعه، اللهم بارك. ده برسيم وده شبت. برافو عليك يا رميساء. ودي بقى ايه؟ اللهم بارك. دي شجره تين عسوله، برافو عليك. بس التين بتاعها، بس يا جماعه التين بتاعها لسه صغنن صغنطوط لسه، يما يكبر ما احنا بنجمعه اول باول. انتوا بتخلوا فيه حاجه؟ وادي النخله، اللهم بارك. دي نخله هي فيها بلح بس حبه صغنطاطين. لا، هي فيها بلح حبه كتار، بس البلح ده لو انتوا طلعتوا له مش هتقدروا عشان الشجره طويله. طولها عالي. طبعا بقى في وسط الزرع كده، اللهم بارك. واقول لكم كمان معلومه، وادي الجنان حوالينا. ماما اقول لكم كمان معلومه. اتفضلي. النحل الناس اللي بيخافوا منه ما تخافوش، لان كده اللسعه بتاعته هي اللي بتشفي المريض. اي حد برافو عليكي، صح، بتشفيه. برافو عليكي. ادي الفول بقى بين البرسيم والبرسيم. في ناس بتحب النحل بنستفيد بيه بحاجتين، اسمه ايه؟ العسل بتاعه هو اللي بيصنعه، يعني مثلا. لا، صنع الله. انا عارفه، هو اللي الرحيق بتاع الازهار بيبقى عسل. لا، الرحيق ده هو الغذاء بتاعه يا رميساء. ايوه تمام. بص يا حبايبي كده، اللهم بارك. الجنينه اللي قدامنا هناك دي شجر البرتقال فيها. تمام. طبعا في حاجتين بنستفيد بيها من النحل، اللسعه بتاعته دي بتشفي، والعسل كمان. برافو عليك. هو اللي بيجيب لنا العسل الاصفر والابيض والاسود. لا، هي وحسب الغذاء اللي هم بياكلوه. ادي بقى يا حبايبي، بصوا كده. وسعي ريحانه لو سمحت. دي الكرنب بقى في وسط البرسيم. الكلومبه ده لحنا كلومبه. كلومبه. ادي الكلومب بقى في وسط الزرع كده، بين البرسيم وبين البرسيم. البرسيم ده لسه صغنطوط، الطول بتاعه صغير بس ودي اللهم بارك الفول ها. بس لسه بقى زهرة الفول صغنطوطة. وادي الكرنب لسه حجمه صغنطوط جدا، اللهم بارك. لسه بقى على ما يبدأ يلف ويكبر. وعلى ما دي القرنبيط، اللهم دي قرنبيط. تمام. هم زارعين قرنبيط وفول. ادي الفول، دي البراعم بتاعتها، ده هي الزهرة الاول. ولسه بقى على ما تنتج الفول، اللهم بارك. سبحان الله. أتزرعونهم نحن الزارعون، هذا صنع الله وهذا خلق الله. يعني ربنا سبحان الله، يعني سبحان الله الخالق المبدع. اتفضلي. دي ايه يا ريحانه؟ الفول بس لسه صغنطوط، لسه نونه زيك كده. اللهم بارك. دي سبحان الله. وقت الغروب بقى، احنا طبعا في ارض غير الارض، في الارض اللي جنب الجنينه. وطبعا بقى في الناس اللي هي بتحيح البرسيم، اللهم بارك. بصوا بقى ده ايه ده يا ريحانه؟ والفول ده لسه محمدود هيكبر كمان.
المفروض انت اللي عسوله. انت هتقبلي امتى يا ريحانه؟ الصبح. وريه كده، بصي لي كده، هتقبلي امتى يا ريحانه؟ الصبح. الصبح. انت عسوله. الفول التاني فين؟ فين الفول التاني بقى؟ انت ورينا الفول التاني فين. يلا قدامي كده وريني الفول. الفول فوق. اللهم بارك. فول، الله، في حبه فول. هي بصي يا ريحانه، بس لسه نونه. بصي دي لسه نونه خالص قدامك. ها وليه؟ لا يا نور عيني، بصي دي حبه فول لسه زنطوطه خالص، حجمها رفيع واضح كمان حبه. ها اللهم بارك. ولا ايه الاخبار؟ عملت فيديو حلو؟ لسه يعني ريحانه بتتكلم عن الفول وطول الزرع وانت ده انت ديك بقى كلها ده قالت اللهم بارك دي فول صغنطوط. قلت لها زغنطوط زيك. طب يلا بقى عشان ناكل. يلا ده يلا. خلاص الاكل جاهز. بص يا حبايبي، هنا كده على البتن في ناس بتحب تزرع ايه، بتحب تزرع اسمه البتن، اللي هو يفصل بين الزرعه والزرعه، او بين يعني حاجه اسمها بتن كده زي حد صغنطوط. بيستغلوا المساحه دي ويزرعوا عليها ايه، خبيزه مثلا، يزرعوا عليها فول زي ما احنا لاقيين قدامنا. بيوفروا ايه، بيوفروا مسافه او مساحه، بدل ما يزرعوا حته على بعضيها، لا بيستغلوا كل مكان في الارض بيزرعوه. واللهم بارك. هنا بقى طبعا في ايه، في هنا النعناع. يعني مثلا دي حته جنب النخله، اللهم بارك، طلع فيها النعناع، زارعين فيها نعناع. دي نعناع بلدي، اللهم بارك، ريحته جميله جدا، باخد منه طبعا. وادي هبت وكزبره وبقدونس، اللهم بارك. بصوا يا حبايبي، ادي خلق الله وسبحان الله. الزرع جميل وسط الطبيعه، وتحس براحه بال وطمأنينه كده وانت في وسط الزرع والخضره. يعني سبحان الله، لها تأثير إيجابي جدا جدا على الإيه، على النفس. طبعا معظم البنات اللي متجوزين بره البلد عندها في بلد تانية، مثلا عندنا هنا في الأرياف، بيتجمعوا مثلا يوم الجمعة، في مثلا أسرة جاية جنبنا ها، بتيجي مثلا تقعد في العيد، تقعد في الغيط، تغير جو بدل قعدة الإيه، بدل قعدة البيت. بص تعمل إيه؟ شوي أحلى شوي، الواحد يشوي. أبو رميساء بيجهز طبعا يا جماعة. ابويا انا هو اللي بيهوي، وانا اللي بقلب. والناس مروحه وقت الغروب بقى بيروحوا اتفضلوا كلوا معانا. الناس دلوقتي وقت الغروب يا حبايبي بيروحوا بالبيان بتاعتهم وكده. اتفضلوا كلوا معانا. كلوا معايا. قلت لي يا ريحان اتفضلوا كلوا. قولوا لهم اشتركوا لايك، اعملوا لايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه أجمعين. اتفضلوا ويانا، اتفضلوا يا ناس ويانا تغدوا. ممكن أقول نشيد؟ لا بعدين نقول نشيد بعدين. دي قعدة محبة طبعا يا حاج، ما فيش أحلى ولا أجمل من قعدة في وسط الغيط، قعدة محبة، قعدة محبة وشويه حلوه زي دي كده. الحاج سيد عزمنا عليها، الحمد لله. يعني ما فيش بعد كده، يعني كرم من ربنا سبحانه وتعالى، فضل ونعمه من الله. الحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه علينا يا رب. الحمد لله. اتفضلوا معانا يا جدعان، اتفضلوا ويانا. فضلك الله. بالله عليكم يعني ايه، تشتركوا في القناه وتدعمونا باللايك والشير. اهم حاجه الاشتراك في القناه. خلي عليه هناك اهو جاي. هقول لكم نشيد قصير قبل ما نبدا. ماشي، روحي بقى واحنا لا اله الا الله. بصي تعالى في هنا يا رميساء بعد اذنك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوه، هات الاولى كده وهي ايه. الكلام ده ممنوع يا رميساء. الله على الريحه. اللهم الله على الريحه يا جدعان. خليها بس حاولوا ترفعوها سنه بدل ما تتلسع من بره، تتحرق من بره وتبقى نايه من جوه يا ابو رميساء. الحاج سيد قاعد معانا اهوت، البركه بتاعتنا ربنا يحق. والحاج علي جاي هناك اهو يا نجوى. صوريهم بقى، صوري هات الغيب. علي جاي من بعيد هناك، جايب البرسيم وجاي. ما تاكلوا انزل وتعالى بقى. تعالى يا بابا عشان تفطر اكلك بعد شويه. ماشي هيجي يا زيزو. صورت لهم فيديو حلو كده يا ام رميساء. طبعا يا جماعه. رميساء اللي بتصور؟ اه. رميساء الجميله. اه. ماشي. طبعا اللحمه قربت تستوي.
ما شاء الله الريحة بتاعتها طيبة. ما شاء الله جميله. مم. وبقى كده نقلبها عشان ايه تتحرق مننا. ايوه. الله الله. ريحه ذكيه. قولي يا ريحه ذكيه. دي ريحة ذكية وطيبة. ريحة ذكية طيبة. ماشي. قللته بقى البلح. ماشي.